طبعا دي الحاجات اللي انا اشتريتها النهارده، فيلا بينا نفتحها ونتفرج على تفاصيلها. مش عارف دي ايه، لسه اهو بفتحها معاكم لاول مره، بس خلونا نشوف. بصوا ده كده ايه. ديت شنطه عشان خاطر نحط فيها السنايبر اللي احنا جمعناه سوا لو انتوا فاكرين. ففي الاخر في الاخر هنرجع نحط السنايبر فيها ونوريكم شكلها. ودوت حزام طلق زي ما انتوا شايفين كده، حزام بيتلبس على الصدر عشان تحط فيه الطلق، فبرضه هنشوف تفاصيله في الاخر. ده برضه حزام بس بيتحط على الوسط، بيتحط فيه طلق بيتلف على الوسط. وده حزام بتاع ال AR-15 بس اللي بيتلف على الوسط. وايه تاني؟ بصوا ده بقى ايه ده. سجاير يا جماعة زي ما انتوا شايفين كده. ودي علبة بتنضف السلاح. دي البندقية الشات جان، وده بيتلزق هنا كده زي ما انتوا شايفين، بتحطها من هنا. ومن الناحية التانية دي كده اهي. فين صندوق الذخيرة؟ ادي صندوق الذخيرة، نطلع منه بلح. عايزين نوريكم معانا التفاصيل. ادي صندوق الذخيرة للبلح اهو كده اهي. نيجي بقى ايه تاني حاجة، الجاكيت. نقيس بقى الجاكيت دوت. بصوا كده، ده الشريط اللي بياخد الطلقة ال5.5 بوصة بتاعت ال AR-15. ده كده اول حزام عمرناه. نيجي بقى لتاني حزام. ده طبعا بلح 12 زي ما انتوا شايفين كده اهو. شريط الطلقة اهو. ده الشوت جان، ده المفروض بيتلف على الوسط كده. وده الشريط التاني، وده الشريط التالت. ادي البندقية اهي، حطها في الشنطة كده.
وكده تبقى بندقيتك في الشنطة. وطبعا زي ما انتوا شايفين دوت بتاع الوسط اهو، بيتلف على الوسط كده اهو يا جماعة. شريط، وادي التاني، وادي التالت، وادي الرابع. عندنا بقى ده هنا بياخد كذا. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وتقول لنا رأيك في الكومنتات. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.